ازاي تذاكر في رمضان؟ المذاكرة في رمضان زيها زي المذاكرة في أي شهر من شهور السنة، بل أنت مطلوب منك إنك تضاعف المذاكرة أكتر في رمضان، لأنه فاضل قليل على امتحانك وكل الحكاية شهر ونص وهتلاقي نفسك بتستعد للامتحان. ففي الفيديو ده هقولك على حاجتين. رقم واحد، إيه هو أفضل وقت تذاكر فيه في رمضان؟ رقم اتنين، إزاي تذاكر في رمضان؟ فركز معايا عشان تستفيد، ويلا نبدأ. اولا كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. اولا كده لازم تكون عارف ان شهر رمضان شهر مبارك، هو شهر العبادات، في شهر في السنة بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نزود طاعتنا وان احنا نقرب من ربنا اكتر بالذكر والقرآن الكريم والتراويح، فما تضيعش الفرصة دي منك. والأجواء الجميلة اللي احنا الحمد لله كمسلمين ربنا اختصنا بيها، فالحمد لله على هذه نعمة، الحمد لله على النعمة ديت. ولازم كلنا نشد ونزود طاعتنا في رمضان. أول عنصر هنتكلم فيه في الفيديو بتاعنا النهاردة وهو أفضل وقت تذاكر فيه في رمضان. عايز أقولك إن المذاكرة في رمضان من أمتع الحاجات اللي ممكن تعملها في يومك، هو إنك تذاكر لأنك كل مدى بتقرب من حلمك، وإنك تبقى حاجة كويسة في المجتمع وتحقق حلمك وحلم أهلك اللي شايلين الطين علشانك. أولا كده عندك اليوم 24 ساعة، هتقسمه أنت لثلاث أتلات، كل تلت 8 ساعات. 8 ساعات نوم و8 ساعات عبادات ودروس واكل بقى وشرب سواء فطار او سحور، و8 ساعات مذاكره اوعى تتنازل عنهم ابدا مهما حصل. ال8 ساعات في رمضان ممكن تاخدهم متفرقين، يعني 4 و4 أو ورا بعض، بس أنا بفضل إنك تاخدهم 4 و4 متفرقين. الوقت الأول ممكن من بعد التراويح من 9 مثلا لحد الساعة 1، وتنام من الساعة 1 لحد الساعة 3 3 ونص اللي هو قبل السحور. تصحى تتسحر، تقرا لك ورد من القرآن الكريم، تروح تصلي الفجر، ترجع تاخد ال4 ساعات التانيين من الساعة 5 للساعة 9، وتنام لحد صلاة الظهر، بس تقوم تصلي الظهر. أو الطريقة التانية إنك تاخد ال8 ساعات ورا بعض بدون فاصل. ممكن من بعد صلاة الفجر على طول، يعني من الساعة 5 تاخدها لحد الظهر مثلا كده، وانت وراحتك بقى واللي يتناسب معاك. انت أدرى بظروفك من أي حد، يعني ما تسمعش كلام أي حد أو ما تسمعش أي كلام وخلاص. تمام، انت أدرى بظروفك واللي يناسبك. النقطة التانية وهي طريقة المذاكرة، أو إزاي أنا بذاكر، إزاي لما بمسك مادة بذاكرها إزاي، او الطريقه بتاعت المذاكره بتاعي. في ناس بتحب تذاكر بالطريقه اللي هي الشفويه، يعني يمسك الماده او يمسك اليونت او الدرس، يبدا ان هو يذاكره بشكل شفوي، يقعد يقراه ويسجل عنده في دماغه كده ويعدي الكلام. الطريقه دي بصراحه انا ما بحبهاش، وما احبش انك تشتغل بيها، لانها طريقه يعني مش مجديه، او ان انت هتحس انك بتقرا خلاص وعمال تضيع وقت وكله في الفاضي. هتلاقي نفسك في الاخر مفيش كفاءه في المذاكره، او هتلاقي نفسك ما حصلتش حاجه. الطريقه الافضل انك تذاكر يكون معاك ورقه وقلم، اي ماده بتذاكرها ورقه وقلم على طول، ويفضل طبعا انك تعمل لكل ماده كشكول وتلخص فيه المعلومات بتاع كل درس وبتاع كل يونت. تمام، وتطلع الافكار بتاعه الاسئله لكل يونت. كمان انا عايزك تشغل كذا حاسه، يعني انت لما بتذاكر بطريقه ان انا بمسك الكشكول بتاعي او الورقه والقلم بتوعي وابدا ان انا اذاكر، فانت في الحاله دي بتشغل معاك كذا حاسه. انا عايزك وانت بتذاكر كمان انك ماسك القلم في ايدك، الورقه قدامك، بتقول المعلومة بصوت عالي، بس مش بصوت يسمع الجيران طبعا، بصوت عالي. فانت بتقول المعلومة، بتكتبها، بتسمعها، فانت هنا شغلت معاك يجي 4 حواس. 4 حواس اشتغلوا ضمت هيساعدوا في ثبات المعلومة أكتر، غير إنك مثلا بتشغل حاسة واحدة وهي مثلا إن أنا بكتب بس. تمام، وبشوف بعيني، لأ كده انت شغلت حاستين بس. لا، انا عايزك تشغل حاسه ان انت تشوف بعينك، ان انت تكتب بايدك، انك تقول، انك تسمع. ناقص لك بس انك تشغل حاسه الشم وانت بتذاكر. واظن انك لما تعمل كده ان شاء الله هتكون قادر ان انت تثبت المعلومه اكتر في دماغك، وهيكون كمان قصة استرجاعها هتكون أسهل بالنسبة لك. نصيحتي ليك إنك تذاكر بالطريقة ديت، وصدقني هتفرق معاك جدا. ودي نهاية نصيحتي ليك اليوم. لو حابب إنك تعمل بيها كان به اعمل بيها. لو انت ماشي على نظام من قبل رمضان حاسس النظام ده جايب معاك نتيجة، كمل عليه. ما تسمعش لحد، ما تشتتش نفسك، مش كل شويه تدخل وتدور ازاي اذاكر في رمضان، ازاي اذاكر في رمضان، وتسال ده وده وده. لا، طالما انت ماشي على نظام وحاسس ان هو جايب معاك نتيجه كويسه جدا، كمل عليه. ما تشتتش نفسك كتير،
ونصيحة ليك كمان إن حاول إن أنت يعني الصُحبة بتاعك تكون كلّهم ناس كويسين، يعني حاول إنك تبعد عن الناس المُحبطة، الناس اللي هي مش هاممها أصلًا ومش في دماغها، دايمًا تقرّب من الناس اللي بتدّيك طاقة إيجابية، الناس اللي بتنصحك، الناس اللي ما بتحبطكش، قرّب من الناس ديّة جدًا، صدّقني هيفرق معاك كتير جدًا. بس كده يا غالي، أتمنى ما أكونش طوّلت عليك، وفي الأخير لو حاسس إنك استفدت من الفيديو ده ولو بشيء بسيط جدًا، اعمل لنا لايك واعمل لنا اشتراك في القناة عشان يوصل لك جديدنا أول بأول. كان معكم مستر عيد من قناة إنجليشاوي.